السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هننظف التلاجة مع بعض، هننضفها يعني ونرتبها. تلاجتي صغنونه، ما عنديش ديب فريزر، وتلاجتي دي بره مصر مش جوه مصر، يعني في شقتي بره. و بحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب الحاجة على قد المكان، بحيث ما يبقاش عندي حاجات زيادة وتقعد بره التلاجة. وعارفة انكم كلكم شاطرين وكل واحدة ليها نظام وترتيب معين وشطورة فيه، لكن علشان الطلب مني فهوريكم انا بنظف تلاجتي ازاي بالخطوات، وهقول لكم على ترتيبي اليومي والاسبوعي والشهري ليها. فيا رب يعجبكم، ويلا نشوف مع بعض عشان ما نضيعش الوقت. بس اهم حاجة ان انت تكوني فاصلة التلاجة قبلها بفترة علشان ما يبقاش فيه ماس كهربائي او حاجة، فدي خطوة مهمة خلي بالك منها. فيلا نبتدي بسطح التلاجة. سطح التلاجة زي ما انتوا شايفين، جزء فيه مفرش انا شلته خلاص، وجزء كان المفرش مش مغطيه ففيه تراب زي ما انتوا شايفين. فانا بتعامل مع التراب ازاي؟ ان انا بجيب فوطة غامقة خلاص خشنة، ببتدي ان انا اشيل بيها التراب ده واحدة واحدة بالشكل ده، بيتشال معايا بسهولة. فانت تعودي دايما ان انت لما يكون في حاجة فيها تراب استخدمي حاجة ناشفة، ما تستخدميش حاجة مبلولة. وطبعا المفرش ده بيحفظ لي التلاجة بتبقى بالشكل ده، وهو الجزء بس الاخير، لاني زي ما انتوا شايفين اهو هو ده التراب اللي فيها. علشان بس المشكلة ان انا عندي التلاجة فوقيها الشفاط على طول، على طول كده بيجي عليها تراب. فانا همسح التراب ده وكده اكون خلصت سطح التلاجة بدون مية. هبتدي بقى بعد كده اجيب فوطة مبللة هتشوفوها معايا دلوقتي، وابتدي ان انا اعملها وامسحها كده. حبايبي انا مسحت التراب، انا بس مش عارفه اوريكم قوي خلاص. وكمان الباب من فوق الاسبونشه دي هبتدي اعملها عشان فيها تراب زي ما انتم شايفين. ده كده بقاله حوالي 3 اسابيع، لان ايديا كان فيها حرق جامد، فما كانش ينفع ان انا استخدم الميه في الاول خالص، وقعدت فتره. فده ميعادها، قلت بقى اجلها عشان اعملها لكم. فهبتدي اعملها بفرشه الاسنان اللي احنا اتفقنا عليها خلاص، وامسحها واجيب الاسبونشه واوريكم. ده اللي انا هستخدمه، ازازه بخاخ كده وسبونشة خلاص، وفوطة بقى، وكل شوية هبلها وانضفها بمية نضيفة لحد ما تنضف معايا الحاجة. ده عبارة عن بريل ومية ورد وكربونات الصودا. مية الورد عشان تديني ريحة حلوة، والبريل بينضف، والكربونات الصودا لو في اي دهون او حاجة بتطلع معايا. فبكده هنضف السطح بالحاجة دي، وبعد كده هجففها بالفوطة المبلولة، وبعد كده هشطفها تاني لحد ما تنضف معايا. وبعد كده في الاخر خالص اخر خطوة هي فوطة مجففة نهائي علشان المية تجف نهائي. ونشوف بعد كده هنعمل ازاي الفريزر. سطح كده الفريزر هبتدي اشيل كل حاجه في الفريزر، الرف والارفف اللي في الباب، واغسلها. ونسيت اقول لكم ان انا حاطه برضو يعني شويه ديتول بساط جدا مش قوي عشان هيبقى جوه التلاجة. بس وابتدي بقى امسح الفريزر من جوه بالشكل ده حبايبي. ابتدي ارش على كل الاجزاء الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الازازه خلاص. وبعد كده باخد الاسبونشه وابتدي ان انا اعمل التلاجة كويس جدا والباب كمان. فهخلص وارجع لكم. وبالنسبه للحاجات الصغيره دي بدخل فيها فرشه الاسنان عشان تطلع وتتنضف معايا. ببتدي بالشكل ده اجيب الفوطه وابتدي ان انا امسح من فوق ومن تحت خلاص، وبعيد عليها مره كمان. وعلشان ما تفضليش رايحه جايه على الحوض، ممكن تحطي اي علبه جنبك فيها ميه، ولما تتسخ تبداي تروحي تغيريها تاني وترجعي. كده انا مسحتها، هبتدي اروح اغسل الحاجه بتاعتها واسيبها تتصفى، وارجع اخد الجزء اللي تحت من التلاجة. هو انا ما استنيتش لحد ما تتصفى الصراحه، لان البيبي بتاعي صحي طبعا، فهيبتدي يلعب في الحاجه. فعلشان ما يبقاش عندي كركبه كتير هبتدي ان انا افرش دلوقتي المفرش وارص معاكم الحاجه في الفريزر، وبعد كده نبتدي في الجزء اللي تحت. كده يا حبايبي انا حطيت المفرش وحطيت الصندوق، طبعا ده اللي انا قلت لكم عليه بتاع التخزين، بيبقى جوه وبتخزني فيه الحاجه، بيبقى سهل انتي تطلعيه. بس كده بسيط كده الحاجه. هبتدي بقى نبتدي مع الجزء اللي تحت معلش من فتره عماله اقول لكم الجزء اللي تحت، هنشوف مع بعض بعمل ايه تحت. انا كده ده باب التلاجة. واعرفوا الباب انا لما بعمله من بره ومن جوه علشان ابقى خلصت من حاجه. فشلت كل الحاجات بتاعته خلاص وغسلتها، ودلوقتي انا عملته بالصابون اهو. هبتدي بقى امسحه بالفوطه، وبعد كده الفوطه الناشفه.
وارجع اركب الحاجات بتاعته وارص الحاجة، وبعد كده هنشوف بقى ونفضي الجزء التاني ده مع بعض. انا بعمل ليه كده جزء جزء علشان البيبي وعشان الحاجة ما تبقاش متكركبة عندي في المطبخ وتبقى عاملة زحمة. فهبتدي دلوقتي ان انا امسحه واركب، وبعد كده هبتدي اعمل الجزء الاخير. انا الجزء التاني انا ده خلاص خلصته ورصيته خلاص اهو لتحت، وهنشوفه تاني في الاخر بالكامل. وهنا لسه هرص البيض، ولما بيفيض حاجه من البيض مثلا لو جبت كرتونه جديده او حاجه بحطها في علبه تانية. هنا شلت الارفف وغسلت. لسه بقى همسح بالفوطه وبعد كده نرص مع بعض. معلش انا بستعجل بس علشان البيبي معايا صحي فجأة غصب عني، فهو ده يعني هي حاجة سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص، الصابون والاسبونج زي ما وريتكم الازازة البخاخة اللي انا بعمل بيها. فدلوقتي همسح بالفوطة وانشف وارص الارفف، غسلتها بالكامل حتى درج الفريزر بس، وهنشوف مع بعض بقى. انا خلصت الجزء اللي فوق ده عشان بشيل فيه الزبده، الشوكولاته خام، الفورماسيل، الحاجات زي ما انتم شايفين. وتحت اول رف حط فيه طبعا الملوخيه. لو عندي اكل زايد او حاجه ومش مفيش مكان بشيلها اطلعها بره واحط مكانها، لكن البوكس ده ثابت على طول. للادويه علشان درجه الحراره وكده بشيلها في التلاجة. والجزء اللي تحت برضو فيه زي ما انتم شايفين كده حافظات، حاطه خيار ليمون. تحت بقى الاتنين دول البوكس للطماطم. برضو الجزء ده سايباه عشان الاكل وكده لاني طبخه، فهحط طبعا بواقي الاكل هنا. وجزء هنا طبعا حاطه الحاجه وفصلاها كل حاجه على بعضها، والخضره حافظاها زي ما انتم شايفين كده. في كيس حافظ طعام ومناديل عشان تقعد معايا فتره يعني وكده. وهنا الرف او التلباب بتاع التلاجة، حاطه علب فول، حاجات بقى على حسب الحاجه يعني، لسه في حاجات هتتجاب. وده جزء خاص بالاسنان، حاطه الحاجات بتاعه الاسنان هنا ما عدا الفرش طبعا علشان بس درجه الحراره عندي قويه جدا. نشوف بقى التلاجة مع بعض من بره. ويا رب يكون الترتيب عجبكم. هي الحاجات مش كلها قوي بس. وهنا حاطه برده الشوكولاته الهيرشيز. بس كده. لسه في طبعا حاجات هتترص تاني بس حبيت اوريكم علشان ما تبقاش زحمه قوي عليكم وتتخضوا. بحاول على قد ما اقدر يعني. نشوفها بقى من بره. معلش على صوت البيبي، هو كده انا بحط دي فوق، مش بحط ورد تاني علشان طبعا التراب، فده بيستحمل التراب الصراحه النوع ده. ما بحطش حاجه تاني فوق التلاجة، وفاضل بس المفرش هينشف واحطه على طول. وتحت حاطه ستيكي نوت انا عاملاها، والستيكرز اللي هي دي برضو انا اللي عاملاها. خلاص هبقى اوريكم فكرتها ازاي، لو حابين اكتبولي تحت. وستيكي نوت بسيطه. وبرضو الليسته دي عباره عن ورق انا اللي عاملاها برضو، يعني حاجه توفير كده اكتب الحاجه اللي انا عايزاها. وتحت حاطه حاجات البيبي عمال يلعب بيها على فكره. مش عايزه انزل اكتر من كده. ده زي حروف كده، كل ما بيدخل معايا المطبخ بيقعد يلعب فيها، بس طبعا باخد بالي عشان لو درجه الحراره عاليه ولا حاجه ما يحصلش مس كهربائي لا قدر الله ويتاذي يعني، فباخد بالي جدا ان التلاجة ما تتبلش. وبالجنب حاطه الليسته اللي انا قلت لكم عليها في البلانر بتاعتي. انا لسه هكتب عليها، انا بتتمسح بتتكتب عليها بالقلم الماركر ده. لازقاه برضو بالطريقه دي جنبها. يعني لسه هكتب جوه التلاجة ايه واعمل تشيك على الحاجات اللي خلصت وكده، فبعملها كل ما باجي اعمل التلاجة. فانا بكتب وبتتمسح لاني حاطه لها حافظه الاوراق، فبتتمسح عادي بس بمنديل مبلل. خلاص. ده التلاجة من على الجنب يعني. خلاص بالشكل ده. معلش بقى هو ده مطبخي في الغربة يعني. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم بقى الفيديو ترتيبي بالخطوات، اتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو مع اصدقائكم، ولايك وكومنت اكيد طبعا، ده هيشجعني اكتر واكتر لان قناتي بتكبر بيكم. وبتشجيعكم ليا طبعا بيحمسني، وبنزل حاجات اكتر واكتر. وانتظروني ان شاء الله في ترتيبي او تنظيفي للبوتاجاز. ولو حابين تشوفوا ترتيب المطبخ اكتبولي تحت في الكومنت وانا هعمل لكم ترتيب الدواليب ازاي برتبها. وبعد الديكورات ان شاء الله لو ملحقتش اعملها لكم الايام دي هعملها لكم بعد العيد مباشره. وكل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.